الكلام اللي قلته واللي هقوله بعد تدوير وبحث كتير جدا عن اللاعب وتأثيره وشخصيته، مش مجرد معلومات عامة. هكلمك عن مميزاته وعيوبه وأرقامه ورأيي فيه. التونسي محمد علي بن رمضان، ويا مرحب بتونس واهلها وكل اللي يجي منها. بن رمضان كان بيلعب مركز 10 اول ما صعد للفريق الاول في الترجي، ولكن معين الشعباني مدرب الفريق وقتها قرر ان هو يلعبه مركز 8 ويلعب قدامه حمد الهوني وانيس البدري. وده لان بن رمضان بيأدي المهام الدفاعيه بشكل حلو، بيعرف يستخلص الكره كويس قوي، بيعرف يعمل تاكلينج نضيف، بيحجز على كورته وبيلعب بروح عاليه نوعا ما، بيخلي ليه ستايل كده في استخلاص والحفاظ على الكوره والوقوف عليها. بن رمضان ما كانش مجرد لاعب مركز 8 تقليدي، بن رمضان كان مميز جدا هجوميا وعد معايا، عنده رؤيه لتحركات زمايله وبيعمل اسكان سريع وهو بيجري، بالبلدي كده وبلغتنا بيبقى قاري الملعب، بيسدد كتير جدا ورجله اليمين قويه قوي، متخصص في الضربات الثابته القريبه من على المنطقه، وبيشوط ضربات الجزاء. لاعب في مسيرته كلها 13 ضربه جزاء، بيسجل 12 ومضيع واحده. مجنون زياده عدديه، وفجاه تلاقيه جوه الستة ياردة مستني الكره الثانيه اللي هترد من الحارس او اللي هتخبط في العارضه وتجيله. والزياده اللي بيعملها دي بينت لنا ان هو مميز في ضربات الراس، ومسجل 4 اهداف براسه شكلهم حلو، وبيلعب الكره الطويله كويس سواء بالعرض او لقدام وسواء على الارض او متعليه. لعب مع الترجي اجمالي 143 مباراه، سجل خلالهم 34 هدف وصنع 6 اهداف.